لو انت زيي وبتحب العربيات فانت ممكن تقبل خدش في دراعك عادي، بس باب العربيه لا. في الفيديو ده انا هقول لك على شويه حاجات تحافظ بيها على دهان عربيتك من بره، من الكلح بقى والخرابيش والحاجات دي. انا طارق صلاح وده الجرار. اول حاجه، غسيل العربيه لازم يتعمل بفوم او شامبو عربيات، مش بصابون مواعين نهائي، لان اي منظف مواعين مع الوقت هيطفي لمعه العربيه وهيخلي الدهان يكلح بسرعه. تاني حاجه، لازم غسيل العربيه وتنشيفها يتعمل بفوط مايكرو فايبر ناعمه، وده عشان ما يعملش خدوش سطحيه في الدهان، ومع الوقت هنلاقي المنظر معفن بتاع الدوائر اللي موجوده في الدهان. تالت حاجه، ما تغسلش العربيه وهي واقفه في الشمس او الصاج بتاعها سخن، لان ده مع الوقت بيأثر على الدهان وعلى الورنيش بتاع العربيه ويخلي العربيه تكمل. رابع حاجه، لازم العربيه تتنشف كويس بعد الغسيل، لان لو اتساب عليها ميه هتجير ومع الوقت هتعمل برو. اهم حاجه وانت بتغسل العربيه ان الغسيل يتم من فوق لتحت، يعني السقف والكبوت والشنطه الاول، وبعد كده جوانب العربيه، وبعد كده الكاوتش، لان دايما التراب بيبقى موجود اكتر حاجه في المنطقه اللي تحت. ما تاخدش التراب من تحت تليط بيه فوق. اخر حاجه ودي طبعا مش محتاجه اقولها لك، ترس من الفوطه الزفت.